السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة هنعمل تاني مرة الباستا فلور لأن دي عجبت عيالي جدا جدا. بس النهاردة بقى هنحط عليها مكون واحد بس وهتخليها في حتة تانية خالص جميلة جدا. تعالوا نبدأ نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا عزيز يا خلاق. نبدأ بالمكونات. المكونات معانا بيضة، رشة من الفانيليا، ربع كوباية من السكر، تلت كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من السمنة، كوباية ونص من الدقيق، ورشة ملح عليهم، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. نبدأ بسم الله. معانا بيضة ورشة الفانيليا وربع كوباية السكر، ونضربهم الاتنين مع بعض لغاية لما يبقى لونهم أبيض فاتح. بعد كده هنحط التلت كوباية من الزيت والمعلقة من السمنة اللي احنا دوبناها على نار خفيفة قوي، احنا مش عايزينها سخنة قوي. هو ده المكون اللي زودناه عن المرة اللي فاتت. وهنبدأ نحط الدقيق بالتدريج، ومننساش طبعا نحط رشة الملح، وبعد كده هنحط معلقة من البيكنج باودر، ونقلب المكونات دي مع بعض. طبعا احنا بنحط الدقيق بالتدريج واللي نعمله بالسباتولا احلى من المضرب بكتير، ولو عايزين نستخدمه ايدينا عادي برضو. هنجمعها مع بعض زي عجينه البسكوت بالظبط. نقلبهم بقى كده. بصوا بقت العجينه مع بعض كده متماسكه شويه. السمنه خليتهاش مفروله قوي. هنبدا نفردها على مفرش السيليكون ونحط عليها كيس نايلون كده شفاف ونفردها. طبعا معانا كوبايه ازاز او قطاعه. لو انتوا عندكم قطاعه كبيره ماشي، عندكم اشكال من الصغيره ديت ممكن. لو انا ما عنديش ممكن استخدم الغطا الازاز عادي. هنبدا بالكوبايه نعمل الدوائر بتاعتنا على مفرش السيليكون عشان يبقى سهل ان احنا نعرف نطلع الدوائر دي ونحطها في صينيه مدهونه بالزيت. هنبدا نحط واحده واحده في الصينيه، نفردهم كلهم. هي بالظبط هتعمل 13 او 14 واحده. طبعا لو وصلت لغايه هنا ما تنسوش الشير واللايك والكومنت حلو، واحلى كومنت الصلاه على النبي. هنكمل رص كل الدواير ديت في الصينيه. طبعا العجين الباقي هنجمعه تاني مع بعض وهنبدا نفرده، وهنبدا نحط برضك نعملها دواير، وبعد كده نجيب القطعه اللي احنا عايزينها باي شكل انتوا تحبوه، ونبدأ ناخد بقى الأشكال دي. ولو اتقطعت مني عادي ما فيهاش حاجة بتلزق، هنحطها فوق التانية. وبعد كده هنحطه أي نوع مربى انتوا بتحبوه، ونفردها وندخلها الفرن لمدة 20 دقيقة، وبالهنا والشفا على قلوبكم. وسلام.